اخوان سمعوا معايا الله يخليكم. بركة اليوم كتهتز على وقع فضيحة جديدة خلال الدورة ديال المجلس البلدي. مستشار جماعي خرج بواحد الكلام خطير بزاف، قال بأن حافلة حركة بركان كتعمر المازوت حنا الغازوال غير طبيعي، ارقام ماشي منطقية وما كتشبه حتى الاستهلاك الحقيقي ديال هذه الحافلات. لكن الصدمة الكبيرة ماشي هنا، صدمة أخرى هي في عملية تعقيم الحافلات. المواد والأدوية الخاصة بالتعقيم اللي خصها تحمي المواطنين من الأمراض ما كتستعملش نهائيا. تعقيم غير مكتوب في الفواتير على الورق، ولكن على أرض الواقع ما كاين والو. هذا الكلام كيسمى صحة، يعني كيمس الصحة ديال آلاف ديال الركاب اللي كيستعملوا هذا المرفق كل نهار كيركبوا في الحافلات. كيخلي السؤال الكبير، شكون كيلعب بصحة الناس؟ واش غادي يتحل تحقيق في هذه الخروقات؟ بقات معطيات أخرى خطيرة غادي نرجعوا ليها من بعد. مع السلامة.